السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا استكمالا للوجبات والحاجات اللي احنا بنعملها، الوصفات لرمضان عشان يأثر علينا الوقت والمجهود. بتبقى انت موظفة راجعة متأخرة، الوقت ضيق جدا قبل الفطار، فاحنا النهاردة هنعمل الصلصة او التسبيكات بس بطريقة المصانع والشركات. احنا كلنا لما بنضرب الطماطم في الخلاط ونيجي نسبكها، احيانا بتبقى الطماطم من بره حمرا قوي، وتيجي تسبكيها تلاقيها لونها فاتح مصفر، فبتضطري تاخدي كمية طماطم كبيرة قوي على الطبخة الواحدة، او بتستخدمي الصلصة اللي هي بتاعة المصانع، ودي انا مش بحبها لانها بتبقى فيها مواد حافظة، وانا ما بحبش اي حاجة فيها مواد حافظة. ودلوقتي كمان البرطمان بقى غالي جدا، ما بيقضيش 3 4 اكلات في انتي بتعمليهم. فانا جايبه لكم النهارده السر والتكات بتاعة المصانع، بس انا مش هحط مادة حافظة. ولو مشيتي معايا واحدة واحدة بالطريقة دي هتطلع لك احلى تسبيكة ورد كده، وزي ما بيقولوا حمار وحلاوة. ووصفة تانية في نفس الفيديو، ازاي تاخدي المعجون اللي هو هيتكون بالمكونين اللي انا هقولهم في الفيديو دلوقتي، تعمليه في برطمانات يبقى كأنه زي الصلصة من غير طماطم. تسبكي الطماطم وتحطي عليها معلقة من المعجون اللي احنا هنوصفه دوت، تطلع معاكي احلى تسبيكة ان شاء الله. تسبيكة مش شرط التسبيكات اللي هي بتاعت الخضار او المكرونات، لا كمان والمحشي تخلي لك لون التسبيكه بتاعتك والطماطم بتاعه المحشي مفيش بعد كده. عشان نعمل الوصفه الجميله دي اللي هي الصلصه بتاعه المصانع وهنستخدمها في التسبيكه، انا هقول لكم المقدار بتاع الحاجه على قد 5 كيلو. يعني انا ال5 كيلو طماطم ببقى مقطعاها قطع كده، وبحط على ال5 كيلو طماطم دول ربع كيلو فلفل رومي احمر. بصوا الفلفل الرومي الاحمر البلدي بتاعنا، مش عايزه اللي هو الالوان، انا عايزه البلدي بتاعنا، شكل البلدي بتاعنا الاخضر بس لونه احمر. ولما تيجي تنقيه، نقي الفلفلايه الغامقه اكتر، ما تاخديش الفاتحه، الغامقه هتديكي نتيجه حلوه قوي. ومعايا بنجر، ده علشان ال5 كيلو بحط بنجرايه وسط. بتبشريه، بتقطعي شرايح صغيره كده براحتك بقى. ليه؟ علشان انا عايزه المكون بتاع البنجر ده يستوي معايا، فلو انت عملتيه قطع تخينه شويه او كبيره شويه مش هياخد نفس السوا بتاع الطماطم، هيبقى لسه ما استواش. انا عايزه ال3 مكونات يبقوا ايه، زي بعض في السوا. اول حاجه هنعملها ايه عشان التسبيكه بتاعتنا تطلع حمراء وزي الورد من غير ما نستخدم مواد حافظه ولا اي حاجه؟ هنحط ايه، طماطم الاول في الحله. هنزل الطماطم اللي انا مقطعاها 4/4 او نصين، زي اي تقطيعه بقى، بس المهم تبقى متقطعه، ما بتتحطش سليمه. عايزه تحطيها سليمه يبقى تعمليها قبل ما تحطي الفلفل والبنجر، تحطي الطماطم سليمه في ميه مغليه لمده 5 دقايق، القشره هتفصل معاكي، تقشريها وتحطيها، يعني سواء كده او كده الوصفه تمشي معاكي. انا قلت على ال5 كيلو طماطم بنحط ربع كيلو فلفل، فانا طبعا الفلفل ده جايباه عشان اعمل قدامكم المعجون اللي هيحمر لي الصلصه على طول وهو في البرطمانات. هحط مقدار ربع كيلو اهو، انا مقطعاها برضو صغير عشان تستوي. وزي ما قلت تختاري الفلفلايه الحمراء قوي عشان تديكي نتيجة حلوة. البنجر هحط بنجرايه وسط، انا مقطعاها شرايح اهو. ما تقوليليش البنجر هيبقى محلو في الاكل، لا 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 خالص، هيديكي اللون وهيديكي الفايدة، لكن مش هيديكي تسكيرة خالص ولا هيبقى مسكر ولا اي حاجة. وهتدعيلي ان شاء الله بعد الوصفة دي. انا هعمل التسبيكة بس ايه، هنولع على الطماطم دي ومعاها البنجر والفلفل على النار لغاية لما احس ان الطماطم القشرة بتاعتها بدأت هتفصل وتطرى معايا.
خلاص هنروح بقى على البوتاجاز واحطها على النار. انا ولعت على الحله الاولانيه اللي هي الطماطم على الفلفل الاحمر والبنجر. بقيه الفلفل عندي انا جايباه علشان اوريكم الطريقه التانية، حتى لو انت ما عندكيش طماطم وعايزه تعملي معجون الصلصه اللي بيتباع في السوبر ماركت والمحلات من غير ماده حافظه، هوريكي بيتعمل ازاي. معايا الفلفل اهو متقطع، ده عباره عن كيلو فلفل، ودي واحدة بنجر كبيرة متقطعة شرايح رقيقة جدا، فهي تبان انها كتير عشان انا عاملاها زي الشيبسي كده، عشان انا عايزاهم الاتنين يستووا مع بعض. خلاص هولع على الاتنين، وبعد ما يستووا هقول لكم هنعمل ايه. طبعا هقلبه، مش هحط ميه، انا ما بحطش ميه في الوصفه دي خالص، هو الفلفل هينزل الميه بتاعته. وهولع بقى على الحله دي وعلى الحله دي وارجع له. دي الطماطم اللي عليها الفلفل والبنجر. بصوا بقى ولع عليها 10 دقايق، بصوا طريت ازاي، شايفين؟ وانتوا لو شايفين الميه اللي نازله منها هي والبنجر وكده لونها روعه. لسه كمان لما هتتضرب في الخلاط، بس انا مش هضربها في الخلاط دلوقتي عشان لسه طافي عليها فسخنه قوي. ده الفلفل والبنجر برضو منزل، بصوا صوص. لو انت لقيتي الفلفل معاكي والبنجر ما بينزلوش ميه، حطيله ربع كوبايه ميه. عايزاه ينزل معاكي ميه ويبقى كويس وما تحطلوش ميه، وطي عليه العين شويه، ما تحطلوش على نار عاليه. اول ما هيبرد هنضربه بقى في الخلاط، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. انا ضربت دلوقتي الفلفل مع البنجر، بصوا الحمار والنعومية، اضربيه بس كويس في الخلاط. ده المعجون او المكون اللي هيحمر لون الطماطم، لون الصلصة. يعني ده انت هتحتفظي بيه، لازم تستخدميه يبقى فيه طماطم عندك، مش تستخدميه هو لوحده كده في الطبخ، لا لازم يبقى فيه طماطم. اللي انا عاملاه بالطماطم والفلفل والبنجر هو ده اللي يعتبر صلصة، لكن ده معجون تحسين لون الطماطم الصفراء. طبعا احنا هنعمل ايه، هنفضيه. لو انا هستخدمه لمدة اسبوع او يعني 7-8 ايام كده على الرف في البرطمانات بتاعتي الازاز متعقمة وحلوة قوي. مش عايزاها في الفريزر عشان استخدمها في اكياس بقى النايلون اللي هي بتاعت حفظ الطعام في التلاجة او العلب الصغيرة دي. فانا هفضيه بقى معاكم وهنشوف الكمية جميلة قد ايه ولونها هايل هايل هايل. بصوا تقيل ازاي، بصوا حمار وحلاوة، حمار وحلاوة. انا هخليها مش مليانة للاخر علشان هحط على وشها زيت، نقطة زيت كده اهو. هحط بقى على وشها شوية زيت مش كتير كده، دي بيمنع الهواء الدخول. وعلى وش دي برضو حاجة كده صغيرة خالص. خلاص هنعمل ايه بقى، هنغطي البرطمانات وهنشيلها في التلاجة على الرف او في باب التلاجة. دول زي ما انا بقول تحسين لون الطماطم. لما بتبقى معاكي تضربيها في الخلاط وتلاقيها وهي بتسبكها لونها مصفر وبتستخدمي طماطم كتير، لا انت لو حطيتي من المعجون دوت معلقه واحده هيحمر لك اللون وهيخليها لك جميله جدا، ومش ماده حافظه خالص ومش غاليه. انا عامله البطرمانين والعلبه دول ب20 جنيه، وغير اللي انا حطيته كمان على الطماطم. يعني الكميه اللي انا جبتها بتاعت الفلفل والبنجر ب20 جنيه، عملت البطرمانين دول والعلبة دول كمحسن لون. ودي هتبقى الصلصة بتاعتي اللي هي التسبيكات. ممكن بقى تعمليها ببصلة، ممكن تعمليها بتوم، حسب مزاجك. انا هضربها بقى في الخلاط وهسبكها وارجع اوريكم لونها وحلاوتها ازاي وهي مع الطماطم. ده الخليط الطماطم مع البنجر مع الفلفل، شفتوا حمار زي كده
بصوا لونها، دي طماطم لسه ما اتسبكتش، انا صفيتها، وده التفل اللي طلع من ال5 كيلو والله. تضربيها كويس ولا يطلع معاكي بقى حتت بنجر، ولا كله بيدوب وبيبقى زي الناعم كده زي ما انتوا شايفين. الحلقة بتاعت النهاردة انا مش مركزة على ان ازاي اعمل التسبيكة، انا مركزة ازاي تطلع معاكي الطماطم لونها احمر من غير ما تستخدمي صلصة المصانع وبأقل التكاليف. كل الحاجات الجميلة دي اللي انتوا شفتوها النهاردة، التلات البطرمانين والعلبة دي، والتحط هنا البنجر والفلفل والله ب20 جنيه، ب20 جنيه. والطماطم بقى سعرها في السوق في ب8، في ب10، في ب6.5. وانا بقولك كل واحد حسب امكانياته، انا مش هقولك على سعر الطماطم، كل واحد حسب ما بيجيب. ليه بقولك تصفيها؟ عشان تطلع ناعمة معاكي كده. دي بقى لما تيجي تسبكيها، تعمليها بقى بزيت، تعمليها ببصل، تعمليها بسمن، تعمليها بتوم، كل واحد بقى حسب مزاجه. انا بالنسبه لي انا هكيس الطماطم دي اللي هي لونها جميل او مش محتاجه احط لها معجون تحسين لون، هكيسها واشيلها في الفريزر واطلعها في رمضان. ساعتها هعمل البصله او الثوم واحطها على طول، هي وهي تقيله كده، ما بتاخدش وقت في التسبيك على فكره، بالكتير قوي 10 دقايق تكون مسبكه معاكي. وعايزه تشيليها متسبكه، ابشري البصله يلا واشتغلي فيها واعملي التسبيكه. لكن انا برجع واقول وصفتي النهارده ازاي تحسني لون الطماطم المصفر، وازاي ما تستخدمي صلصه المصانع. عملناها في البيت وزي ما انتم شايفين لونها تحفه تحفه تحفه. دي مش صلصه، ده معجون تحسين لون. علشان كده هكرر تاني ان اللي في البطرمانات ده واللي في العلبه ما ينفعش تطبخي بيه من غير طماطم. هو لون احمر وكل حاجه، بس مش هيديكي التسبيكه الحلوه بتاعه الطماطم. لازم تحط لها طماطم، تاخدي من هنا معلقه او معلقتين حسب لون الطماطم بتاعتك، هيحسن لك لون الطماطم، يخلي لك المكرونه والخضار ومش هيغير لك الطعم، وهتبقى نسبه الفيتامينات فيه عاليه، لان الفلفل والبنجر فيهم فيتامينات عاليه، ده غير الطماطم. طبعا لو وصفه النهارده عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وهقول لكم ايه، تابعوني عشان تجدوا ألذ الوصفات واطيب الاكلات عشان رمضان مع رندا محمد.